احنا دلوقتي في سنة 2013. في الوقت ده كانت صناعة السينما في مصر بتبدأ تقف على رجليها من تاني من بعد الانحدار الكبير اللي كانت فيه بسبب المشاكل اللي حصلت في البلد ساعتها، واللي أثرت على حاجات كتير بشكل سلبي. وطبعا السينما كانت ضمن الحاجات اللي اتأثرت. حرفيا السينما في مصر كانت بتعاني بسبب الأفلام الهابطة اللي كانت واكلة الجو وبتجيب فلوس أكتر بكتير من الميزانية الصغيرة اللي اتصرفت عليها. بنشوف الصناعة أخيرا بترجع للحياة من تاني، وبينزل في السنة دي حوالي 30 فيلم. انت متخيل؟ كل دول نزلوا في السينما على مدار السنة، بعد ما كان أكبر عدد أفلام بينزل ما يوصلش ل8 أفلام في السنة، وما فيهمش فيلم واحد يتشاف حتى. بنشوف أخيرا أسماء كبيرة بترجع تعمل أفلام من تاني زي أحمد عز وهاني رمزي ومحمد سعد وأحمد حلمي. بنشوف برضه تحدي جديد لأحمد مكي في التجربة السينمائية الخامسة دي، واللي جت بعد النقطة السوداء في مسيرته من وجهة نظري، وهي فيلم سيما علي بابا. الفيلم الفاضي اللي كان ممكن يقضي على مسيرة مكي للأبد من كتر ما هو فعلا سيء، اللي هو تحس إن مكي كان عليه أقساط بيسددها عشان كده قابل بفيلم هابط زي ده. بيعلن مكي في أواخر 2012 عن بدء تحضير فيلمه الجاي، واللي هيبقى اسمه سمير أبو النيل. والفيلم هيشتغل عليه أسامي تقيلة زي عمرو عرفة في الإخراج وأيمن بهجت قمر في الكتاب، ده غير إنه بطولة مكي طبعا. فلو هتبص على الكاست انت ضامن إنك هتشوف فيلم حلو. التلاتة ليهم أعمال مميزة وتاريخ في الضحك مش قليل. الفيلم بينزل بعديها بفترة بس ما بينزلش في موسم عيد، فمش بيحقق الإيرادات بالشكل المطلوب. وكمان الناس كانت بتتجنب الفيلم بسبب اسم السبكي في الإنتاج اللي كان معروف وقتها بالإنتاج السيء والرديء. ولحد دلوقتي والله الفيلم تجاريا بيفشل وبتهاجم هجوم شديد. ناس قالت ممل، وناس قالت الإفيهات مستهلكة، وناس قالت القصة ضعيفة. ودي حقيقة بالمناسبة، ما مش أقوى حاجة الصراحة. لدرجة إن كاتب الفيلم أيمن بهجت قمر طلع وقال إن فشل الفيلم كان بسببه. فيلم مكي انا بشوف ان انا السبب في فيلم ان الفيلم ده ما يبقاش ناجح. النقد السلبي وعدم نجاح الفيلم تجاريا أو حتى عند الجمهور يخلونا نسأل نفسنا، هو الفيلم وحش فعلا ولا الناس هي اللي ظلمته مش أكتر؟ فمن غير كلام كتير وتفجير وتدمير، دي مراجعة وتحليل فيلم سمير أبو النيل. بنبدأ الفيلم بخطبة للشيخ الشعراوي على التلفزيون، وأنا الصراحة حاسس إن هنا إسقاط على حاجة، بس أنا ماليش في الحنيكة السينمائية أوي، فهنتخطى الجزء ده بهدوء. هنبدأ بالشخصية اللي معانا وهي شخصية سمير، شخص لزج وحشري وبيحب يتفزلك ويتكلم في اللي ملوش فيه، وهو في الأغلب مش فاهم بس لازم يتكلم ويقول رأيه. الحمد لله والشكر لله، بفهم في كل حاجه. طبعا، امال ايه؟ مخطط كموني. كمونك ايه؟ ماسوني. الزمن ما عادش فيه خلاص غير التغييب الاعلامي والمخطط الماسوني. غير فزلكته اللي مبنية على جهل، سمير كمان بخيل جدا. ويعني شخصية البخيل مش أول مرة نشوفها على الشاشة، بالعكس شفناها كتير في أعمال تانية بنحبها زي فريد شوقي في البخيل وأنا، أو محمد صبحي في رحلة المليون. وأجمد دور بخيل اتعمل من وقت قريب وكان كويس جدا كان الزعيم في مأمون وشركاه. فيعني الحوار مش جديد إننا نشوف شخص بخيل في عمل كوميدي. طب هو أحمد مكي عمل الدور كويس؟ من غير مبالغة يا جماعة، مكي عمل الدور بشكل مختلف جدا عن الأمثلة اللي ذكرناها، من حرصه الشديد على الفلوس والأكل والشرب لحد المبدأ اللي هو ماشي بيه في حياته، هو إنه يتجوز ليه ويصرف على واحدة ما يعرفهاش. وجوز ليه ان شاء الله؟ عشان اصرف على واحده مش قريبتي اساسا. فمكي من وجهة نظري عمل واحد من أعلى عمل واحد فمكي من وجهة نظري قدم واحد من أعلى أدواره. بس المشكلة هنا كانت في ضعف الكتابة والسيناريو، ده غير القصة اللي ما كانتش أحسن حاجة. وده جبنا للجزء المهم، هو الفيلم بيتكلم عن إيه؟ الفيلم زي ما احنا قلنا بيتكلم عن سمير، شخص عاطل ومكروه وغير مرحب بيه من الكل، يعني حرفيا عايش نكرة لحد ما بيجيله ابن عمه وبيطلب منه يهتم بفلوسه بسبب ان عنده ظروف صحية. فسمير بيبدأ يكبر في الفلوس دي عن طريق الشغل في الإعلام والتلفزيون. القصة ضعيفة جدا يا جماعة، بس في حاجات تانية في الفيلم تخلينا ننسى ضعفها، زي الكيمياء اللي كانت بين ميكي ومحمد لطفي، أو ظهور ضيوف الشرف اللي كان جامد جدا زي حسين الإمام ومنى شلبي وإدوارد. ويعني دينا الشربيني كانت عاملة دور كويس، دينا الشربيني كانت عاملة دور كويس، ودي مش نكتة، دي حاجة حقيقية. من الحاجات اللي تميز الفيلم برضه انه اتعمل في وقت فوضى في البلد، فكانت سايبة بقى ومحدش مركز مع الأفلام لدرجة إن الفيلم اتقال فيه في زي ده. قال ايه؟ عايزين يطهروها. يطهروها؟ اسمه كلام يا جدعان، ودي تبقى داخليه. وده ميكي اللي كان عامل دور ظابط من كام سنة يا جدعان. خلصنا بقى من القصة والأداء التمثيلي وكلام النقاد الكبير ده. ليه بقى سمير أبو النيل فيلم مش وحش ويعتبر من أحسن أفلام ميكي كمان؟ اللي مخلي الفيلم فعلا مش وحش هو الموضوع اللي الفيلم بيناقشه. الفيلم بيطرح مشكلة ومشكلة كبيرة كمان، مشكلة احنا عانينا منها لسنين فاتت وشكلها مطولة معانا وهنعاني منها لسنين أكتر، وهي مشكلة الإعلام. الفيلم في الأول قدم القنوات الهابطة وبرامجها اللي هي عبارة عن واحد طالع يفتي في أي حاجة تتخيلها وهو ولا فاهم أي حاجة، بس اسمه مذيع وإعلامي بيطلع على التلفزيون. والمنتجات اللي القنوات دي بتعرض إعلاناتها وبتصورها لك على إنها تحل مشاكل الكون، وهي في العادي بتبقى أي كلام، وكمان ممكن يبقى فيها عزلة للمستهلك.
والفيلم بيناقش حاجات لسه موجودة في الإعلام لحد النهاردة بشكل ملحوظ، زي الكذب والغش والاستخفاف بعقلية المشاهد واستهداف المواطن الفقير واللعب على طموحاته. وده شفناه على هيئة المسابقات والجوائز اللي عملها سمير، واللي خلت عريس جواز تقف على الأدوات الكهربائية يكسب تلاجة وبوتاجاز، أو شاب مش لاقي شغل يكسب تاكسي، أو أعمال الخير اللي عملها لمجرد إنه يكسب حب وشعبية عند الناس، زي إنه يعمل رحلات حج وعمرة ويشتري حقوق البث لماتشات الدوري قبل ما اتحاد الكرة يبيعها بملايين للقنوات المشفرة، الكرة اللي زي المسكن اللي بتهدي أوجاع الفقير وبيلاقي فيها المتعة والشغف اللي أصلا فقدهم في حياته. فلما يلاقي الفارس اللي طالع يدافع عنه زي الأسد أكيد لازم يحترمه. من أعظم لحظات الفيلم هي لحظة مواجهة الضمير، وإزاي ضمير أبو النيل بيحاول يصحيه قبل فوات الأوان وقبل ما سمير يغرس في الغلط أكتر، ويفكروا دايما إن الضمير عمره ما بيموت، وإن دايما بنلاقي باب التوبة مفتوح. من رحمة ربنا إن الضمير ما بيتقتلش، عشان يفضل باب التوبة مفتوح ما بيتقفلش. بنشوف الجزء الإيجابي من سمير وقد إيه ضميره بيحاول يصحى، لكن سمير بيتجاهل كل ده وبيرش على ضميره منون. وأظن أنت يعني جه في بالك 5 6 زي سمير كده في إعلامنا المصري الجميل، رشوا على ضميرهم منوم والدنيا خدتهم في الطريق الغلط. بيبدأ سمير يكبر أكتر وشعبيته عند الناس تكتر ويدخل في السياسة ويعمل حزب، والموضوع مستمر وبيتطور لحد ما بياخد الخطوة إنه يبقى رئيس جمهورية. ما أصل وليه لأ؟ ما الناس في جبنا، هنحتاج إيه تاني؟ وثقة سمير في نفسه دي بتخلينا نشوف واحد من أجرأ المشاهد السياسية اللي اتعملت آخر كام سنة. مش يمكن يا اخي شعبيتي تزيد وابقى رئيس الجمهوريه؟ انا عارف كويس قوي انا بعمل ايه. اسهل حاجه عشان تخلي الناس الغلابه تحبك انك تستغل جوعهم وتاكلهم، والناس من كتر ما بقها بقى مفتوح عقولها كمان بقت مفتوحه وبقت مستعده تستقبل وتصدق اي حاجه. هنا سمير الكبرياء والغرور بيسيطروا عليه، أو بالنص زي ما ضميره قال له. الغرور خلاك بتأذي زي مدمن للخمور، بتعمي نفسك على الحقيقة ودي بداية الفجور. بداية الفجور كانت إنه يلعب بآمال الناس البسيطة اللي بتشوفها على التلفزيون، واللي منهم أهل منطقته اللي عاش وسطهم وشاف احتياجاتهم، لحد ما بيوصل للفجور نفسه ويفكر إنه ممكن يلعب بالبلد كلها عشان مصلحته الشخصية، وضامن إنه مش هيقع عشان معاه كلمة السر اللي مش هتخلي حاجة تقف قدامه. ومعاك الشفره اللي بتفتح البيبان المقفوله. تحيا مصر، تحيا مصر. امبراطورية سمير بتتهدى على دماغه لما الناس بتعرف حقيقته، وهنلاقي سمير طول الفيلم إن هو مش من الناس أصحاب المبدأ خالص، ده كان عنده مبدأ واحد بس، وهو إن الراجل اللي يضرب واحدة ست ما يبقاش راجل. يا ميرفت، الراجل اللي مد ايده على واحده ست ما بقاش راجل اساسا. لكن بنشوفه بيبيع المبدأ ده وبيضرب فعلا واحدة ست لما بيبعت بلطجية للصحفية اللي فضحته عشان يضربوها. وهنا بيظهر تجسيد الضمير التاني في الفيلم، وهي ميرفت اللي بتكشف سمير قدام نفسه وإنه قد إيه شخص مش كويس، لكن هي كانت مستحملاه وبتحبه. من زمان وانت فيك عيبه الدنيا، وانا بحاول ما اشوفش غير حاجه كويسه اللي هي ايه اصلا ما اعرفش، لكن توصل بيك انك انت تمد ايدك على بنت. وصلت بيك للبلطجه يا سمير؟ خلاص. بنروح دلوقتي لتجسيد الضمير التالت والأقوى في الفيلم من وجهة نظري، وهي الصحفية اللي عرفت سمير حقيقته وقد إيه هو فعلا مش فاهم وعاوز يبان إنه فاهم وخلاص، وهو كمان اعترف بده. انا كان كل اللي في نيتي ان ابان فاهم في كل حاجه قصاد الناس، والناس عشان جهله وفقيره بتصدق اي حاجه بتتقال لها. فضلت تتسحب ودخلت لهم جوه عقولهم ودوست لهم على وجعهم ليه؟ وبيستسلم سمير وبيرجع عن كل حاجة غلط كان بيعملها وبيعترف على اللي هو بغلطه، وبسبب إنه بيسيب كل حاجة وراه وبيختار يبقى نضيف طبيعي بيمشي، ويجي سمير تاني مكانه أيا كان السمير ده بيقدم إيه، لكن برضه هيفضل سمير. سمير طلع على الشاشة عشان يلعب بالناس ويبيع لهم الهوا في إزازة مش أكتر. باختصار شديد نهاية الفيلم بتورينا إن طالما في فساد دايما هيبقى في سمير جديد، وسمير يروح وسمير يمشي وإحنا في نفس الدايرة ومش هنخلص. بس كده، أنا همشي.